السلام ورحمة الله. من وين اهتدى الأخ اللي ذكرته من وين؟ كثير والله يا حجي، والله ما بقي الا انت بقى ما تهتدي وتريح دماغك من دين المجوس. قصدي من أي ديانة إلى أي ديانة اهتدى؟ ما فهمت. كانت ديانة اللطم والتطبير، ديانة محمد بن يعقوب الكليني الذي يقول أن الأئمة هم أسماء الله الحسنى، ديانة محمد باقر المجلسي الذي يقول أن الأئمة يتحكمون في جميع ذرات الكون، وأن الإمام علي يخلق ويرزق ويحيي ويميت. ديانة اسمها ديانة الاثني عشرية، ديانة نعم القلوب. بس الله عز وجل يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أوه. يعني الإمام اللي وكل شيء، يعني كل شيء واضح. كلمة كل شيء أي أنه شمل كل شيء. كل شيء أحصيناه في إمام مبين أي الإمام، صح؟ عافية، أحسن. طيب الآن أريد أثبت لك الأئمة. طب لا، ثواني واحدة. لا مش هننتقل من هذه الآية. ثواني. الآن لا 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 لا, لحظة لا اسمعني أنت. لا مش هننتقل من الآية. أنت قلت كل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنا خلعت هذا الخاتم الآن ووضعته في جيبي، هل الإمام يعلم ذلك ومكتوب عنده؟ أنت لو كنت يعني الله ماذا يقول؟ أنت لو كنت أجبني. أنا خلعت هذا الختم ووضعته في جيبي الآن. نعم اسمع. طيب جميل، الإمام كتب الإمام عنده ذلك. ابن الآن يلعب بالقرى وأدخل هدف في أخيه الأصغر وهم يلعبون في الشارع، فهل الإمام مكتوب عنده ذلك؟ الإمام يعلم ذلك وعند الإمام هذا؟ نعم خليني أجاوبك. قل اعملوا سيرى الله عملكم والمؤمنون. لا هذه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه في المنافقين ما نزلت الآية، فأنتم ممكن تشملكم عادي ما فيش مشكلة. وفسرت أنهم في الدنيا اعملوا أيها المنافقون اللي انتم فعلتم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون سيرون عملكم الظاهر للجميع. لكن أنا برجع وأسأل تاني، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام الآن يعلم ابن أدخل هدف أم لا؟ نعم الأئمة قادرين على معرفة كل شيء. لأن ثواني بقى عشان أبين لك في الآية، أنا مش عايزك تتعرض خالص. هل ينفع إن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ، هل يصلح أن أقول على كتاب اللوح المحفوظ أنه إمام؟ كيف؟ ما فهمتك. هل نحن أهل السنة والجماعة نقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء. أحسنت، اسألوا أهل الذكر. دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة، ركز معايا بس. هل يجوز أن أقول على الكتاب إمام وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ لا إنما. طيب جميل. لا، الله سبحانه وتعالى قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فهل كتاب موسى التوراة كانت إمام؟ حلها أخي الكريم، الكتاب نزل على رسول الله وهو ما بتكلمش على القرآن اللي نزل عن النبي، أنا بسألك هل يجوز أن يقال على الكتاب إمام؟ نعم أو لا؟ محمد صلى الله عليه وآله قال من يريد علمي فإن علي باب علمي. ما سألتكش عن باب علم علي، وما تهربش لنقطة تانية. أنت بتقول الآن هل الكتاب يصلح أن يكون إمام؟ تقول لا. الله قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب، فهل القرآن ينفع أن نقول عنه إمام؟ يختلف. لقد أجبتك لأنه قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب جميل، أنت بتقول الإمام يعلم كل شيء. أنت اسمك أبو من؟ أنا أبو زهراء. أبو الزهراء، بس أنت ما اسمكش أبو الزهراء على فكرة. لا أبو زهراء. طيب هل الإمام يعلم اليوم الذي جامعت فيه أم الزهراء وحملت منك في الزهراء؟ كيف السؤال أعد؟ الإمام يعلم اليوم اللي أنت جامعت فيه أم الزهراء وحملت في الزهراء؟ يعني الإمام يعني الإمام يعني الإمام. كنت قلت نعم أو لا بدل يعني الإمام. هل الإمام يعلم هذا اليوم؟ اصبر ليش عصبت يعني هذا؟ أنت جيت على الجامد.
جيت على الجانب اللي ليس بجميل ولا يقال امامي. طب ليه بقى مش جميل؟ ليه؟ ما انت لسه قايل الامام يعلم ابني بيلعب كوره. ما هو الولا لو خسر دلوقتي ودخل فيه هدف ده هيبقى مش جميل عند الولا. ليه دلوقتي ما بقاش جميل؟ ليه دلوقتي رضيت بالشرك والكفر وتأليه آل البيت؟ وما ضربت لك مثل عليك انت وزوجتك قلت لي اصبر وهذا مو جميل. ارجع واعيد عليك السؤال تاني، هل الامام يعلم باليوم الذي جمعت فيه زوجتك وانجبت الزهراء؟ يعني لم تتمكن طرح مثال أيوة. اجمل او ايوه لم استطع ان اتمكن من طرح سؤال اجمل من هذا. يعلم؟ طيب راح اجيبك هذه من اخلاقياتك وحدايه عليك. نعم الامام يعلم بكل شيء. اوه يعلم. انت بتقول بيعلم ويرانا، ولسه قايل لي من شويه ورآني وانا بحط الخاتم، ورأى الولد وهو بيدخل الهاتف، ويرانا واحنا نايمين. يعني كان بيشوفكم ويراكم؟ امامك ده قليل الحياء جدا، يراكم ويسمعكم؟ أجيبك. يعني الله عز وجل وضع بعض الشروط في العلاقة بين الزوج والزوجية. عندما أنت يا رامي تخطأ خطأ ما أو أنا أخطأ خطأ ما، هل الله يعلم به أو لا؟ يعلم به ويراني. الله يعلم به ويراني، لكن إمامك لا يراني. والله يراني في كل حال، لكن إمامك مش إله. الله سبحانه وتعالى قال على نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. اسمع يا أبو الزهراء: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما تقاطعش القرآن. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي بيقول لهم أنا ما أعلمش الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم مس النبي الأذى في غزوة أحد وفي يوم الطائف وفي غيرهما، فيقول بأبي هو وأمي وهو حي: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف إمامك الهربان الغائب الجبان اللي خايف من الشرطي العباسي يعلم الغيب ويعلم ما يجول في قلبي ويعلم ما يحدث بيني وبينك الآن ويعلم ما يحدث بينك وبين زوجتك ويعلم الناس كلها؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ الله يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله مش إمامك الغائب. ما يخاف، بس لا تهرب. أهم شيء لا تهرب، لا تغلق الخط. خلصت لو بعدك، لو راح تسوي الفرار. شكرا، مش هرد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك، هو مش عايز يتكلم. شوف انا سايبه. خلصت لا تهرب، اسمها لا تهرب. امامك سمعك وانت بتقول تهرب ديت. الله سبحانه وتعالى قال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل يا محمد. امامك بقى يملك لنا كل شيء. بص النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ورب الكعبة أغلق الخط. ولن أجد من دونه ملتحدا. طبعا اللي اتصل دوت خلينا أجيبه لكم تاني. سبحان الله. دين يا إخوة بيتفننون في الكذب، بيتفننون في الشرك بالله. شفت ما قرأت عليه القرآن فر، وبالأخص ما قرأت من سورة ما قرأت عليك من سورة الجن فررت ليه؟ ما انت ما تعطيني مجال. لا، ما انا اعطيك مجال اهو. قول لي بقى: النبي لا يملك لنفسه ولا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا يعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف امامك يعلم؟ اتفضل. اكمل معاك بشرط ما تنص صوتي بس بشرط ترد على الايات اللي انا بجيبها وما تروحش يمين او يسار وتتأدب. تفضل يا اخي. تمام، وين اعطيتني مجال اسولف بس اعطيني. تفضل. النبي لا يملك لنفسه ولا يملك لنا ولا يعلم الغيب بدليل القرآن. اسمع انت تريد تعرف الامامه، تمام؟ الرسول الله صلى
الله عليه وآله يقول الحسن والحسين إماما إن قاما أو قعدا. عرفت ليه بسكر عليك الخط؟ ما سألتكش عن إمامة الحسن والحسين، سألتك النبي لا يعلم الغيب ويقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لنا ضرا ولا رشدا. تفضل رد لي، كيف إمامك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا، موضوعنا كان في الإمامة. لا لا لا، مش هخليك تهرب، وانت قلت وكل شيء احصيناه في امام مبين. الامام ويعلم كل شيء ويعلم ما يجول في قلوبنا ويعلم كل شيء بينه وبينك الان، والنبي يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فالنبي لا يعلم الغيب ومسه الاذى لانه لا يعلم الغيب. وتاني حاجه قلت لك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لنا ضرا ولا رشدا، فكيف امامك يعلم كل ذلك؟ اتفضل. نعم، لكن خلينا في موضوع الإمامة. لا لا لا, لا مش هسيبك تهرب، هخليك محصور كده لحد ما يبان للناس انك كفرت بالله تبارك وتعالى وجعلت الامام اله حتى تتوب الى الله وتقول الامام لا يعلم الغيب ولا يعلم شيء. اتفضل. شوف شيمي وشوف شيمك، راح اجي معك. شنو سؤالك؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضر، وبعدين قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وبعدين قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا، فلا يملك لنفسه ولا يملك لنا ولا يعلم الغيب. فكيف إمامك يعلم الغيب ويعلم ما يجول في قلوبنا ويعلم ما نفعله والنبي كان لا يعلم؟ تفضل. أحسنت. الآية الذي قل اعملوا فسيرى الله عملكم. ما تروحش تضرب القرآن ببعضه. هل النبي لا يعلم؟ إمامك كيف يعلم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه نزلت فهؤلاء المنافقين اعملوا بهذه الأعمال التي سيراها الله ورسوله والمؤمنون ظاهرة. نعم، قل اعملوا. طيب هسه الان الرسول ما عد يعني ضرا ولا نفع للناس. طيب كيف يقول انه الاكلين الربا ياذنون بحرب من الله ورسوله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ياذن بحرب من الله ورسوله، بمحاربه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما يحارب. شوف يريد يضرب القران، يقول لك طب ازاي النبي لا يملك وهو ممكن يملك؟ هو يريدون يضربون القران ببعضه لبعض. ارجع واعيد عليك السؤال تاني، ضيفنا الشيعي المحترم، كيف الامام يعلم الغيب والنبي لا يعلم الغيب؟ اتفضل. يعني هسه هذا الموضوع اللي هفضل حصرك، هفضل محاصرك هكذا. كيف النبي يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير والامام يعلم الغيب؟ اتفضل. نعم، لقد اجبتك ان الايه القرانيه عرفت مش عارف تجاوب وهتروح وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التي لا تنفعكم في شيء هذه في دنيانا ونزلت في المنافقين. اقرا الايه اللي قبلها كده. مش عارف حاجه. نعم، راح اسالك انا سؤال. لا 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 ما تسالش وخليك محاصر الان. قل نعم يا رامي عيسى الامام لا يعلم الغيب ثم تحدث فيما تريد، بس اعترف ان الامام لا يعلم الغيب. اتفضل. لا يعلم الامام غيب. طب وازاي والنبي لا يعلم الغيب؟ والنبي لا يعلم الغيب. اعطيك دليل. طب استنى، يعني الامام يعلم ما في السماوات وما في الارض ويعلم كل شيء. الأنبياء كانوا يتمنون ويدعون أن يكونوا أئمة على الناس، وهذا يدل على أن الإمامة درجة أعلى من النبوة. طيب بما أن الإمامة درجة أعلى من النبوة، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى كان يناديه دائما في القرآن بالأدنى دون الأعلى، بالمرتبة الأدنى دون المرتبة الأعلى، فيقول له يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي. ما فيش ولا مرة قال له يا أيها الإمام، فلماذا كان يناديه بالمرتبة الأدنى دون المرتبة الأعلى؟ تفضل. ولا النبي مش نعم، هذا شأن إلهي، هذا شأن إلهي. كيف ينادي نبيه؟ انت شو عليك انت جاي تتفسر؟ لا ما هو لو كانت المرتبة الإمامة بمرتبة أعلى ما نادلوش ولا مرة بيا أيها الإمام. ليه؟ كان ينادي بيا أيها النبي لأنها أشرف. هذا مو شأنك انه رب العالمين كيف ينادي انبياء. اثبت لي ان النبي امام من القرآن، اثبت لي ان النبي امام من القرآن. ينادي كذا امام. اثبت لي ان النبي امام من القرآن. ينادي النبي بالنبي. اثبت لي ان النبي امام. برضه ما تهربش، انت هربت كم 3 مواضيع هربت منهم، والموضوع الرابع اثبت لي امامة النبي من القرآن. انت مو من حقك تتدخل بالشؤون الإلهية والذات الإلهية كيف يخاطب الأنبياء. طيب اثبت لي ان النبي صلى الله عليه وسلم امام من القرآن. تفضل. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وآله إمام، لأن قال إنه يعني رب العالمين عز وجل. شفت الإجابة؟ لأن الله رب العالمين عز وجل. اثبت صلى الله عليه وآله. اثبت لي إن النبي إمام من القرآن. نعم. اثبت لي إن النبي إمام من القرآن. لأن الحسن والحسين ماليش دعوة، بقول له اثبت لي إن النبي إمام من القرآن، بيقول لي لأن الحسن والحسين. شفتوا الشيعي ما بيفلس؟ اثبت لي إن النبي إمام من القرآن، اثبت لي إمامة النبي. أعطيك دليل من القرآن، أعطيك دليل من القرآن.
طيب بس خلينا استرسل، جزاك الله خير الجزاء. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم فمن هو سيد الأئمة؟ لا 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 اسمعني بس، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا اللي هم مين؟ نعم الآن الذي هداك وهداك. لا 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 لا، هرجع وأعيد تاني عليك السؤال. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا اللي هم مين؟ نعم رسول الله والأئمة الاثنا عشر عليهم السلام. بتكذب الآية دي فين؟ في سورة إيه؟ شنو بسورة فين؟ هذه الآية في سورة إيه؟ شوف انت من جاوبتك قمت تدور. لا 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 استنى بس عشان ابينها، بتكذب. اسمعوا يا اخوه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها، الى ان قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما. شفت الكذاب؟ الآية نازلة في إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وتكذب وتقول في الأئمة الاثني عشر والنبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الدرجة دينكم ضعيف أيها الشيخ، إلى هذه الدرجة دينكم ضعيف. لين جاوبتك لأنك تكذب على الله، تكذب على الله. لا شلون كذبت يعني اللي يقول يكذبون بآيات الله أن يهتدون هؤلاء. تكذب على الله، جذاب، أنت جذاب، أنت تكذب. الآن فين النبي؟ فين الأئمة في ديت؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الآية اللي قبليها وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فين اللي جاب النبي مع إسحاق ويعقوب يعني وإبراهيم؟ يعقوب نعم يعني يعقوب وإسحاق أئمة، بس النبي محمد مو إمام. اثبت لي بقى ان في آية ان النبي إمام من القرآن عندك، الإمام اللي انتم بتعتقدون بها. لا اله الا الله، الا تعقلون؟ انت كل ساعه مطلع لي واحد مهتدي بربك. هذول منين جاي تجيبهم؟ على فكرة تأدب مع المهتدين، لأنك أنت داخل باسم زوجتك، واسم زوجتك أمامي من ساعة ما اتصلت من الاتصال قبل الأمس، وأنا مش راضي أذكر اسمها بالكامل أمامي. فأنا عايزك تتأدب، وما تتأدب مع المهتدين. هتتكلم بسوء على المهتدين هأذيك بكلام. فأنا لأن زوجتك ليس لي داعي أن أنا آتي باسمها، ولا يحق لي أن أنا آتي باسمها حتى لو أنت أسأت. فأنا بقول لك خلينا نرجع لحوارنا مرة أخرى. الآية تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فين النبي؟ اثبت لي إمامة النبي من القرآن. نعم اثبت لك، بس اول شيء لازم تعتذر. ليش تعتذر؟ لا مش هعتذر لك، انت اللي تعتذر. ما بتقول لي انت جايب هؤلاء المهتدين منين؟ ناس عاقله بتحكم القرآن، ناس عاقله اقول لها النبي لا يعلم الغيب. لا ما تقوليش لا النبي يعلم الغيب. انت قلت ان امامك يعلم الغيب، يعني يعلم ما في السماوات وما في الارض. والله قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الا الله، ولم يقل الا الامام. كيف جعلت الامام يعلم الغيب؟ نعم بس اكو آية تقول اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اقرأ الآية صح. نعم اقرأ الآية صح. قرأتها صح وأنت تعلم. لا تمام، هذا هو الجواب الآن. لا ما قرأتها صح. طب اقرأ الآية من أولها كده. اقرأ الآية من أولها. بس اريدك تهدأ ان شاء الله اليوم ان شاء الله. اقرأ الآية من أولها، آية الابتلاء. فين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة إبراهيم فين؟ إمامة النبي. إن كانت الإمامة أعلى من النبوة، ليش الله سبحانه وتعالى كان ينادي نبيه بالمرتبة الأدنى دون المرتبة الأعلى؟ قلت لي عليك انت عليك، وقعدت تعوج لي في بوجك. فأنا دلوقتي أريدك أن تأتيني. قلت لك خلاص أريدك أن تأتيني بإمامة النبي محمد من القرآن. اقول له امامه النبي محمد يروح لابراهيم، اقول له امامه النبي محمد يروح لاسحاق ويعقوب. هات لي امامه النبي محمد من القران. اسمع حبوب، اذا ظلت تستمر بهذا النهج راح اسد التليفون. لا قبل ما تسد التليفون بقى حاول تغير اسم زوجتك عشان عيب ما تخشش باسم زوجتك بعد كده. وروح انا اسد انا التليفون، لانك شيعي معاند لن تستطيع ان تثبت هذه الديانه. الله آل البيت ولم تستطع ان تثبت انهم يعلمون الغيب، واثبتت لك ان النبي لا يعلم الغيب، وائمتك عندك افضل من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعجزت ان تثبت ان الامامه اعلى من النبوه، وعجزت ان تثبت ان النبي محمد امام
من القرآن الكريم، فدينك فشلك، فروح وغير اسم زوجتك وابقى تعالى إن شاء الله، وأسأل الله أن يهديك ويشرح صدرك للحق. شكرا لك.